أبو تريكة يوضح كواليس مثيرة في أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة قبل معسكر منتخب مصر. كشف محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر كواليس أزمة الأهلي مع مسؤول اتحاد الكرة قبل معسكر منتخب مصر القادم، وذلك بشأن مباراة الفريق أمام الألومنيوم في دوري ال 32 من بطولة كأس مصر. وقال أبو تريكة: هناك أزمة مشتعلة بين النادي الأهلي واتحاد الكرة بشأن المباراة المحددة بين الأهلي والألومنيوم في كأس مصر يوم 29 مايو، وأشار إن من المقرر أن يخوض الأهلي تلك المباراة باللاعبين الأجانب، لكن ستكون بدون اللاعبين المحليين الدوليين نظرا لبدء معسكر منتخب مصر يوم 28 مايو. وقال أبو تريكة: الأهلي بيقول أنا عندي لوائح بستند لها إن اللاعبين تنضم لمعسكر المنتخب في الموعد المحدد، ولا يوجد بند في لوائح الفيفا أعمل غير كده. وتابع: بعد محاولات بين الطرفين الأهلي وافق على انضمام لاعبيه للمعسكر يوم 30 مايو بسبب رغبة كولر في راحة اللاعبين قبل الانضمام لمعسكر المنتخب، بحيث تبدأ أجازة اللاعبين يوم 25 مايو وينضموا للمعسكر يوم 30 مايو. وأوضح أبو تريكة إن اتحاد الكرة طرح على مسؤولي النادي الأهلي تأجيل الألمونيوم في كأس مصر، وفي المقابل تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز، قائلا: لكن الأهلي رفض فكرة التأجيل، وأكد أن الهدف والأهم بالنسبة له هو إراحة اللاعبين. واختتم أبو تريكة الأهلي في الآخر قال لهم: الرأي الحاسم سيكون خاص للجهاز الفني بقيادة كولر. أبو تريكة بيكشف عدد جمهور الأهلي المسموح ليه بالحضور في ملعب رادس بنهائي أفريقيا. كشف محمد أبو تريكة إن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف أبلغ النادي الأهلي أنه تم تخصيص 5% لجماهير الأحمر من ساعة استاد رادس في تونس في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا. وقال أبو تريكة: الكاف أبلغ النادي الأهلي أنه تم تخصيص حصة 5% من سعة استاد رادس في المباراة ذهاب نهائي دوري الأبطال في تونس لجماهير النادي الأهلي. إن ال5% تعني وجود 3000 مشجع للأهلي في تونس من أصل 65,000 متفرج سعة استاد الترجي التونسي. وأوضح أبو تريكة أن المعاملة ستكون بالمثل للفريق التونسي في استاد القاهرة، وسيكون له 5% من سعة استاد القاهرة.